أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي في قناتنا. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وعافية. اليوم نتحدث عن ملف شائك وحساس للغاية يقلق كل مشجع جزائري يتطلع إلى كأس العالم 2026. إنه ملف حراسة المرمى في المنتخب الوطني. تخيلوا معي هذا المشهد، أسابيع قليلة تفصلنا عن أكبر حدث كروي في تاريخ البشرية. منتخب الجزائر يملك مكانه على خشبة المسرح العالمي، والمدرب فلاديمير بيتكوفيتش يعد قائمته النهائية. ثم فجأة تنهار خطوطه الأولى في مركز حراسة المرمى واحدا تلو الآخر. مندريا على طاولة العمليات، ماستيل على طاولة العمليات، لوكا زيدان في المستشفى. 3 حراس في آن واحد، وبيتكوفيتش يجد نفسه أمام فراغ كبير لا يمكن تجاهله. ومن وسط هذه العاصفة يظهر اسم كان يعد من الماضي، أسامة بن بوط، الرجل الذي أعلن اعتزاله الدولي بعد كأس إفريقيا الأخيرة بالمغرب. فتح الباب وقال بكل وضوح: أنا مستعد بنسبة 100%. وإلى جانبه أسماء جديدة تطرح نفسها بقوة على بيتكوفيتش: فريد شعال، غاية مرباح، وريان يسلي. رجال يريدون فرصتهم ويؤمنون أنهم على مستوى التحدي. إذن في هذا الفيديو سنفكك هذا الملف كاملا: الإصابات، المرشحون، القائمة المرتقبة في يونيو، وما ينتظر الخضر في المونديال. تابعوا معنا. لنبدأ بالوقائع، لأن الأرقام والحقائق أبلغ من أي كلام. منذ انتهاء كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، تتابعت الإصابات على حراس مرمى المنتخب الجزائري بشكل لم يسبق له مثيل، وكأن لعنة حلت على هذا المركز بالذات. الضربة الأولى: أنتوني مندريا، الحارس الثالث لبيتكوفيتش، صاحب المشاركات الأكثر مع الخضر في الفترة الأخيرة. تعرض لإصابة بالغة في الكتف، خلع كامل أجبره على الخضوع لعملية جراحية، والحكم الطبي صدر صريحا لا لبس فيه: غياب مطول عن الملاعب، واستحالة المشاركة في كأس العالم 2026. مندريا خارج الحساب. الضربة الثانية: ميلفين ماستيل، حارس مرمى أستاد نيون السويسري في دوري الدرجة الثانية. هو الآخر أجريت له عملية جراحية لعلاج فتق نغدمي، والنتيجة ذاتها: موسم منتهٍ قبل أوانه، ومونديال يبقى حلما مؤجلا. الضربة الثالثة والأشد درامية: لوكا زيدان، الشاب الذي اختار الدفاع عن ألوان الجزائر، ويواجه الآن أصعب لحظات في مسيرته الكروية. في مباراة لفريقه غرناطة أمام ألميريا في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، يتلقى لوكا ضربة عنيفة على الرأس خلال تدخله لإبعاد كرة عرضية. توقف المباراة ل4 دقائق كاملة، دوار وإغماء وتوقف، قبل أن ينقل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى وسط تصفيق الجماهير تقديرا له. التشخيص: كسر في الفك والذقن، وعملية جراحية طارئة. وعلى الرغم من رسالته المطمئنة للجزائريين، فإن وضعه لا يزال تحت المراقبة، وحظوظه في المشاركة بالمونديال غير محسومة بعد العودة من كأس إفريقيا بالمغرب، فاجأ بن بوط الجميع بإرساله رسالة رسمية إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن فيها اعتزاله الدولي، مبررا ذلك بالرغبة في إفساح المجال للجيل الجديد. لكن المتابعين يعلمون الحقيقة. بن بوط أحس بالتهميش حين فضل بيتكوفيتش الاعتماد على مندريا أساسيا في مباراة حاسمة. شعور بالإقصاء حرك رد فعل آنيا، قرارات تتخذ تحت وطأة العاطفة لا العقل. لكن الزمن مر والأداء استمر. قاد بن بوط اتحاد العاصمة بثبات وتألق طوال الموسم، وتوج بلقب كأس الجزائر للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز على شباب بلوزداد ب2-1 في نهائي احتضنه ملعب نيلسون مانديلا. وفي أعقاب هذا التتويج مباشرة وأمام الميكروفونات، أطلق بن بوط تصريحه التاريخي: أنا أعمل بجد وأنتظر استدعاء من منتخب الجزائر. أنا جاهز بنسبة 100% للعودة إلى الخضر. هذا أمر طبيعي، لأن كل لاعب أو حارس يتمنى أن يدافع عن ألوان بلده في كأس العالم والمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير. القضية انتهت. بن بوط يريد العودة، غير أن الطريق لم يكن معبدا تماما. فبحسب مصادر موثوقة، كانت لدى بيتكوفيتش قناعة راسخة: من فتح الباب أولا بإعلان الاعتزال عليه أن يغلقه بنفسه أمام الجميع. لن يقنعه بيتكوفيتش ولن يلوم نفسه. وهنا تدخل طرف ثالث لإنقاذ الموقف: وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي تربطه ببن بوط علاقة طيبة، وعمل خلف الكواليس على تقريب وجهات النظر وطي هذا الملف في أسرع وقت ممكن. وبن بوط نفسه أشار إلى ذلك بوضوح حين قال: علاقتي بالرئيس وليد صادي ممتازة، أنا أحترمه وهو يحترمني، وإن شاء الله لن نرى إلا الخير. الرسالة وصلت، العودة مؤكدة، والأزمة انتهت في وقت مناسب. ولكن الصورة لا تكتمل بحديثنا عن بن بوط وحده.
فثمة أسماء أخرى دخلت على خط المنافسة بقوة وتستحق أن نسلط عليها الضوء. أولاً، فريد شعال، حارس مرمى الشباب بالوزداد، الشاب الذي يقدم مستويات رفيعة ومنتظمة منذ بداية الموسم الحالي. ظهر شعال في نهائي كأس الجزائر أمام اتحاد العاصمة وأثبت قدرات واضحة رغم الهزيمة، مما جعله حاضراً في رادار بيتكوفيتش. ووفقاً لمصادرنا، كان المدرب السويسري يراقبه شخصياً خلال الفصل الأخير من الموسم لتقييم جاهزيته لمستوى المنتخب. حارس يجمع بين الشباب والخبرة المحلية، وتصنفه الجماهير الجزائرية من بين أبرز المرشحين لملء فراغ الإصابات. ثانياً، غاية مرباح، اسم بات يتردد بقوة في الأوساط الكروية الجزائرية. الحارس الشاب الذي يواصل تقدمه الواضح ويسجل أداءات لافتة تجعله خياراً جدياً للمستقبل. مرباح يجسد نموذج الحارس الحديث، قاعدة تقنية متطورة، جرأة في قراءة اللعب، وحضور متميز داخل منطقة الجزاء. إن لم يكن في قائمة يونيو المقبلة، فهو يبني الآن أساساً قوياً لمستقبل واعد مع الخضر. ثالثاً، ريان يسلي، واحد من أكثر الأسماء إثارة للاهتمام في هذا الجيل الجديد. يسلي حارس موهوب يلمع نجمه في الفترة الأخيرة، ويشكل إضافة نوعية في المنافسة على حراسة مرمى الخضر. أسلوبه في اللعب الحديث، مع القدرة على بناء اللعب من الخلف وضمان خط الدفاع، يجعله خياراً مثيراً. بيتكوفيتش في وقت يحتاج فيه إلى كل الكفاءات المتاحة. 4 حراس يطرقون الباب في وقت واحد، بن بوت بتجربته وعودته الدرامية، وشعال بمستواه المحلي المرتفع، ومرباح ويسلي بجيل جديد يريد أن يثبت وجوده على المسرح العالمي. ووفقاً لمعلومات حصرية، كان المدرب فلاديمير بيتكوفيتش حاضراً شخصياً في المدرجات في مهمة معاينة ورصد دقيقة. فبحلول الأول من يونيو القادم، يجب أن ترسل الجزائر قائمتها الرسمية النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. وهذا النهائي كان آخر فرصة له لمشاهدة بعض اللاعبين المحليين في موقف ضاغط وحقيقي. ولم يكن يراقب الحراس فقط، بل تمتد عيناه أيضاً إلى المدافع أشرف عباد من اتحاد العاصمة، الذي كسب نقاطاً قيمة خلال المعسكر الأخير في إيطاليا، وإلى الظهير الأيسر نوف الخاسف من شباب بالوزداد. هذا هو بيتكوفيتش، مدرب يتابع بنفسه، يدقق ويقارن، ولا يترك لأحد آخر مسؤولية القرار. إذن، ما الذي يمكننا قوله في النهاية عن هذا الملف الحساس؟ منتخب الجزائر يمر بواحدة من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخه الكروي الحديث، وتحديداً في مركز واحد، حراسة المرمى. لكن الأزمة، وإن بدت قاسية، فتحت في الوقت ذاته أبواباً كانت موصدة. أسامة بن بوط عاد، وعودته ليست ضعفاً، بل نضج وقدرة على تجاوز الأنا في خدمة الوطن. الرجل في كامل قوته البدنية والذهنية، وقد أثبت في الموسم الأخير أنه لا يزال الأفضل على المستوى المحلي. فريد شعال، غاية مرباح، وريان يسلي يمثلون جيلاً جديداً متعطشاً للبرهان. وربما تكون هذه الأزمة هي أفضل فرصة لهم لدخول التاريخ. ولوكا زيدان، نتمنى له الشفاء العاجل وعودة سريعة إلى الملاعب. الكرة والجماهير الجزائرية تنتظره. في الأول من يونيو سترسل القائمة الرسمية، وبعدها لن يبقى مكان للتخمين. سيكون الاختيار حاسماً ونهائياً، وسيحمل وزنه التاريخي كاملاً. مهما تكن الأسماء في تلك القائمة، فإننا كجزائريين سنقف خلف الخضر كتفاً بكتف، لأن هذا هو موعدنا مع التاريخ. هذا ما لدينا اليوم إخوتي. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، وشاركه مع كل جزائري يعشق الكرة الخضراء. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.